بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله نشرح النهاردة طريقة دهان الحديد دوكو فرن. دي البوابة الحديد اللي معانا، إن شاء الله هنعملها دوكو فرن وهنشوف المراحل كلها مع بعض. ده المعجون الاستوك معانا اللي هنشتغل بيه إن شاء الله، وهنقفل بيه فواصل الحديد. طبعا أول حاجة احنا مشينا صنفرة على الباب، ونزلنا الأسمنت اللي فيه وأي ريش فيه، وهنبدأ بقى نمعجن الفواصل دي. بنبدأ بقى نقفل الفواصل زي ما انتم شايفين كده اهو، معجون ستوك. ولو احتاجت تترد عليها كمان مرة مفيش مشاكل. نكملها كلها ان شاء الله ونرجع لحضراتكم. بعد ما المعجون بينشف نبدأ بقى نصفيه بالصنفرة زي ما انتم شايفين كده. بنبدأ بقى نلزق كل البوابة بورق زي ما انتم شايفين كده عشان يبقى جاهز معانا للرش. بعد الصنفرة بننفض البوابة من الترابة اللي فيها، ونبدأ بقى نرش الفيلر بتاعنا. طبعا زي ما احنا عارفين الفيلر بيتخف بتنر، ونبدأ بقى نرش الشغل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. نكملها كلها ونرجع لحضراتكم. بعد الجفاف بنبدأ بقى نلقط معجون تاني للأماكن البايظة زي ما انتم شايفين كده. بعد التلقيط بنبدأ بقى نمشي صنفرة على البوابة كلها. ده الدوكو الأسود حطينا عليه التنر، ونبدأ نقلب بقى. نبدأ بقى نرش الدوكو الأسود المطفي زي ما انتم شايفين كده، ودي اللي هتبقى معانا البطانة بتاعة التشطيب. زي ما انتم شايفين كده، موضوع سهل وبسيط. نكملها كلها ان شاء الله ونرجع لحضراتكم. بعد ما ينشف بقى البطانة
هنبدأ نبص على طريقة معجون تاني. بعد التلقيط نبدأ بقى نصفيه صنفرة تاني، نصفي التلقيط كله ونمشي على البوابة كلها صنفرة زي ما انتم شايفين كده. بعد الصنفرة هنبدأ نرش البوابة تاني دوكو مطفي زي ما انتم شايفين كده عشان نداري المعجون بتاع البوابة. بعد رش الدهان المطفي الدوكو نبدأ بقى نصفيها صنفرة ناعمة، وبكده بقى تكون جاهزة للتشطيب معانا. بنبدأ بقى نرش التشطيب زي ما انتم شايفين كده. طبعا الدوكو الفرن بيجي معاه المصلب بتاعه وبيجي معاه التنر، بنحطهم على بعض بنسب معينة ونبدأ نشتغل بقى. موضوع سهل وبسيط. زي ما انتم شايفين كده. نكمله كله ان شاء الله ونرجع لحضراتكم. بنبدأ بقى نلزق على الرسم اللي احنا هنغير لونها زي ما انتم شايفين كده. ده اللي هتيجي لون تاني. طبعا لازم الدوكو يكون نشف خالص عشان نلزق عليه. بعد ما نلزق هنبدأ بقى نرش الدهب بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، والدهب برضو دوكو مخفوف بتنر وورنيش دوكو. تختار اللون اللي انت عايزه وتعمله براحتك. بعد ما خلصنا نبدأ بقى نشيل الورق. بعد ما خلصنا الذهبي وادينا له وشين، طبعا بنديله وش ونستنى شوية كده ونرجع نرد عليه تاني عشان ما نحملش عليه. نرجع نشيل بقى اللزق بتاعنا. تطلع بالشكل ده كده. عايز تغير لونك براحتك انت. متنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة. كان معكم حسام القصاص من قناة ادهم بيتك بنفسك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.